السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة وصفة مجربة ومضمونة. وصفتنا لليوم هي الدجاج البخار أو دجاج الطنجرة مع الخضروات. وصفة لدجاجة كاملة مطبوخة على النار مع الخضروات. وصفة لذيذة وريحتها بتشهي. الطريقة سهلة والطعم روعة. بتمنى منكم تجربوها، بتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها. كل مقادير هالوصفة راح تجدوها على الشاشة وفي صندوق الوصف. ويلا نبدأ خطوة بخطوة وبسم الله. أول إشي راح أبدأ بتجهيز التتبيلة. عندي ملعقة صغيرة من كل من البهارات التالية: بهارات شوي، بهارات مشكلة، بودرة ثوم، بودرة بصل، كركم، بابريكا وفلفل أسود. وعندي عصير نصف ليمونة، وملح ملعقة كبيرة، وكاتشب ملعقة كبيرة، وزيت زيتون من 3 ل4 ملاعق فقط. راح أخلط كل هالمقادير مع بعضهم وأوزعهم على الدجاجة. راح أدخل التتبيلات تحت الجلد وبقلب الدجاجة، وبعدين مهم جدا أربط الدجاجة بخيط غذائي أو خيط قطني حتى تظل متماسكة معي أثناء وبعد الطبخ. وبدي أحكي لكم بالنسبة للدجاجة، أنا نظفتها جيدا بماء بارد، وبعدين نقعتها بمحلول النقع يتكون من ماء بارد وخل وملح وليمون، وأتركها على الأقل ساعة ونصف فيه. نغلف الدجاجة ببلاستيك تغليف، وراح أتركها ليلة كاملة في الثلاجة، وممكن تتركوها فقط ساعتين ونبدأ بطبخها. في طنجرة على النار فيها زيت زيتون راح أنزل الدجاجة فيها. طبعا الدجاجة ليلة كاملة كانت في الثلاجة، شوفوا ما شاء الله كيف متماسكة. وراح أقليها على كل الجهات. ولما أقليها على الجنب راح أخلي فيها ملعقة خشبية ماسكة بطرف الطنجرة علشان ما تغلبنا أثناء القلي وتظل ثابتة على نفس جهة القلي. وهون رجعت قلبت الدجاجة على جهة الصدر لأنه لون تحميرها كان خفيف جدا. وبهيك نكون قلينا الدجاجة من كل الجهات. وهون بدي أحكي لكم ملاحظة: إذا لقيتوا جزء من البهارات تحمر أو احترق في قاع الطنجرة نزيله بملعقة خشبية. وأول ما نقليها من كل الجهات راح أنزل البصل والثوم عليها. هلا كمية الخضروات ونوعها حسب رغبتكم انتو. وراح أغطي الطنجرة وأتركها حتى يذبل البصل. مباشرة راح أنتقل لتجهيز باقي الخضروات اللي عنا: بصل وثوم نزلتهم فوق الدجاج حتى يتذبلوا شوي، وجزر وبطاطا وكوسة أقطعهم قطع متناسبة حتى كلهم ينضجوا بنفس الوقت. في طنجرة على النار فيها ماء مغلي راح أضيف له ملعقة ملح، وأول ما يغلي من جديد راح أنزل فيه الجزر وأتركه دقيقتين، وبعدين راح أنزل الكوسة والبطاطا وأترك كل الخضروات تنسلق 4 دقايق. يعني الجزر هيك صار له 6 دقايق والكوسة والبطاطا 4 دقائق فقط. راح أطلع الخضار وأصفيهم من ماء السلق، ومن ثم أوزع عليهم بهارات. عندي بهارات شوي، بهارات مشكلة، ملح، فلفل. طبعا كميات قليلة، نوع بهارات وكميتها حسب رغبتكم. ومباشرة نوزع الخضروات حول الدجاجة، لكن في الأول أقلب الدجاجة على صدرها وأتركها نصف مدة وقت الطهي وهي بهذا الشكل. وأضيف باقي سائل تتبيل الدجاج وأغلق الطنجرة على نار هادية شمعة من 30 ل 40 دقيقة، يعتمد على حجم الدجاجة. بعد ما مضى نص وقت الطهي هلا راح أقلب الدجاجة على ظهرها وأتركها لتكمل استوائها. ما شاء الله الدجاجة ما زالت متماسكة. وبدي أحكي لكم هون ملاحظة: كل تقليبي للدجاجة كان من الداخل، يعني استخدمت ملعقة خشبية وأقلبها علشان أحافظ على الجلد ما ينقطع أثناء التقليب. نغطي الطنجرة ونتركها حتى تنضج الدجاجة. طبعا وقت الطبخ من ساعة إلى ساعة وثلث، يعتمد على حجم الدجاجة. أنا الدجاجة كانت عندي كبيرة فأخذت تقريبا ساعة وثلث. وآخر 5 دقائق أفتح غطاء الطنجرة علشان ينشف جلد الدجاجة وتصير كأنها محمرة بالفرن. وهيك طبختنا صارت جاهزة. وعند ترتيب الطبق أول إشي نضع الدجاجة، ومن ثم نزيل الخيط عنها ونرتب الخضروات حولها، وأزينها بالكزبرة والليمون، وأوزع كل المرق الموجود في الطنجرة عليها. بتمنى منكم تجربوها، وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها.